السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نعمل وصفتنا. معايا طاسة على النار فيها معلقتين كبار كده من الزيت. أول ما يسخنوا هنزل عليهم بمعلقة توم ياخدوا تشويحة، وهنزل عليهم بعصير الطماطم زي ما انت هتشوفوا كده. وبعد كده هنزل عليهم بملح وفلفل اسود ورشة بسيطة من السكر، ولو عايزة تحطي كمون براحتك. احنا هنعمله النهاردة السمك، بقالنا كتير ما عملناش سمك في القناة. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من المية عشان انا عايزة الصلصة بتاعتي تكون خفيفة شوية. بعد كده هانقلها في عين تانية تتسبك بقى كده مع نفسها وبراحتها. معايا بقى حلة على النار فيها شوية زيت، نزلت عليها بالبصل زي ما انتم شايفين كده عشان هنعمل الرز بتاعنا. وادي بقى السمك بتاعنا اهو، احنا غاسلينه كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. هنزل عليه بشويه ملح كده، وهنزل عليه بعصير ليمون، وهخلطه كله مع بعض. وهبدا احضر الخلطه اللي هحشيه بيها. معايا توم ومعايا فلفل اخضر وكمون وكزبره وفلفل اسود وملح. عندك هريسه شطه هينفع، عندك بهارات سمك برضه هينفع. هخلطهم كويس وهاخد نص معلقه كده انزل عليهم على البصل. بجد بتديها ريحه خطيره يا جماعه وتحفة. هاخد بقى معلقة كبيرة أو مغرفة كبيرة كده من الصلصة، هانزل عليهم على البصل. بصوا الريحة دي خطيرة يا جماعة. وبعد كده أبدأ أنزل بقى بكمية المية، وهظبط الملح كده. وأول ما تغلي المية هغسل الرز وأنزل على المية على طول. زي ما انتوا هتشوفوا كمية الرز نفس كمية المية. وأول بقى كده ما يتشرب هغطيه وأوطي عليه خالص وأسيبه كده يستوي مع نفسه. هنبدأ بقى ناخد الخلطة بتاعتنا، نحط عليها معلقة كبيرة من الخل، ونعصر عليه نص ليمونة ونخلطهم كويس، ونبدأ نحشي السمك. بسيطة وحاجات، بصي يعني حاجات بسيطة كده بس فيها تريكات كده، يعني ممكن تنقل الأكل في حتة تانية خالص. هنحشي بقى السمك. وأنا بقى بحب أجيب الكيسة وأحط فيها دقيق، وبعد كده أحط السمك جوه الكيسة كده يا جماعة. وبعد كده في الآخر ألم الكيسة كده وأرميها. زي ما انتوا شايفين الطاسة بقى على النار فيها شوية زيت كده. أول ما يسخنوا أبدأ أنزل السمك، ومش هاقلّبه خالص يا جماعة إلا لمّا ياخد لون، وبعد كده أبدأ أقلبه الناحية التانية. هاوريكم كده، بُصّوا زي ما أنتم شايفين. أبدأ بقى أطلّع كده وأحطه كده في صينية، وباخلّص بقى الكمية وأرجع لكم. أدي السمك بتاعنا أهو، وكمان كنت قالية بتنجان وفلفل في نفس الصينية. مش هنخلّص ومش يعني هناخد مواعين كتير يا جماعة. بعد كده هابدأ بقى آخد الصلصة بتاعتي وأحط كده فوق السمك وفوق البتنجان والفلفل. بصوا الجمال. عايزة بقى تحطيه تحت الشواية براحتك، عايزة تاكليه كده برضه براحتك. بس هو مش محتاج شواية يا جماعة. هنغرفه ونرجع لكم. بصوا بقى الجمال، شوفوا الحلاوة، بجد خطير. وبقى كده شوية صلصة حطيتهم في طبق، تحطيهم بقى في الرز كده، هتسيب الأكل ده كله وتاكلي الصلصة بالرز. طعمها خطير يا جماعة، جربوها. لو انت ما جربتهاش جربوها، ابهريهم كده بشطارتك وجمال أكلك كده. ايه رأيكم في الجمال؟ بجد خطير وحاجة عظمة. يا رب الوصفة تعجبكم.